السلام عليكم يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده بقدم لكم احسن جيركن زيت في فئة ال10,000 كيلو شيل هيليكس سيتي. يا جماعة ليه انا اخترت الجيركن ده؟ وليه؟ عن تجربة. التجربة دي يا جماعة الجيركن ده جربته ويعتبر احسن جيركن بعد بحث وبعد فيديوهات كتيرة وبعد دراسة كتيرة جدا. احسن جيركن زيت لعربياتكم. النهارده هنتكلم في الزيوت في 3 حاجات مهمين. اول حاجة، ازاي اعرف الجيركن المضروب من الجيركن السليم الاصلي. الحاجة التانية، ايه الزيت المناسب ليا، يعني ايه 10 دبليو 40 ويعني ايه 5 دبليو 40 ويعني ايه 10 دبليو 30 و5 دبليو 30 والحاجات دي كلها. تمام. الحاجه الثالثه، الرتبه بتاعت الزيت، يعني ايه اس ان بلس. تمام. وازاي الزيت ده بيمشيني 10,000 كيلو ولا 8,000 كيلو ولا كده. عشان اعمل لكم المصداقيه بس بتاعت الفيديو، بصوا يا جماعه الجيركن ده اشتريته في 16 مارس 2024. يبقى كده يا جماعه دايما يشوفوا احنا بعد سنه بعمل الفيديو عشان اجرب لكم الحاجه. احتفظت بالجيركن لمده سنه عشان اقدر افيدكم واقول لكم ايه المفيد. نبدا يا جماعه الكلام في الموضوع. اول حاجه، ازاي اعرف الجيركن المضروب من الجيركن الاصلي. الجيركن يا جماعه الاصلي بتشتريه اولا من توكيل الرئيسي شيل. طب ممكن الاقيه في محلات تانية، بس انا رحت اشتريت اول جيركن ده من التوكيل الرئيسي شيل. تمام. وخدت فاتوره عليها السيريال نمبر وعليها الحاجه، ادي السيريال نمبر مكتوب بالليزر نقط. شايفين النقط يا جماعه؟ ليزر مش ختم. وتحت في سيريال نمبر. بصوا بقى، دي هي النقطه الفارقه. المضروب يا جماعه بتلاقي مكتوب فوق ومش مكتوب تحت. تمام. ولو فوق تلاقي الارقام غير الارقام اللي تحت، انما الاصلي بيبقى مكتوبه فوق وتحت. هي دي يا جماعه الجيركن. فهمتوني يا جماعه؟ اعرفوا الجيركن 4 لتر. 4 لتر. تمام. ماشي. هنركز في كام حاجه بقى دلوقتي. يبقى انت دلوقتي لو جبت جيركن، اول جيركن تجيبه من الفرع الرئيسي، بعد كده هتلاقيه بره. يعني انا اشتريته ب 1250 اول مره، لقيته بعد كده ب 1100، ولقيته عند ناس ب 1000، ولقيته عند واحد ب 950. قمت مطلع الجيركن اللي في العربيه اللي انا جايبه من التوكيل وحطيته جنب الجيركن اللي عند الراجل، لقيت فعلا اللي مكتوب هنا بالليزر واللي مكتوب هنا بالليزر، وعرفت انه الجيركن اصلي. تمام. الحاجه الثانيه طبعا دي لازم يبقى فيها تكه لما يجي يفتحها لك، وهنا السلوفانه الفضيه عليها علامه الوان مائيه. شايفين الالوان بتلعب ازاي؟ المضروبه ما فيهاش الوان مائيه، لا اخضر ولا ازرق ولا احمر ولا اي حاجه. تمام. ده كده. بصوا يا جماعه، ومن غير كل ده انت بس بص على السيريال نمبر. بص على السيريال نمبر، لو لقيت السيريال اللي فوق نفس السيريال اللي تحت، مكتوبين كل حاجه بنفس تاريخ الانتاج ونفس النقط، نقط مش كتابه ختم، خلاص يبقى الجيركن اصلي يا جماعه. يبقى اول حاجه عرفنا ازاي نجيب الجيركن الاصلي من الجيركن المضروب. تمام يا جماعه. انا شفت فيديوهات كتيره عمالين يحكي ويقول لك صب الزيت في كوبايه وبص في الشمس وفوق. مين اللي هيخليك في محل تخش تاخد جيركن الزيت تفتحه وتصبه في كوبايه تقول له لا انا مش مطمن؟ ايه الهزار ده؟ مفيش حد هيقبل الكلام ده. ولا يقول لك بص على كده. انت بتبص على الجيركن من بره بتلاقي السيريال اللي فوق والسيريال اللي تحت مكتوبين بنقط بالكمبيوتر بس، خلاص. تمام. دول اكتر حاجه تضمن لك ان المحل ده حاجته مش مضروبه. تمام. انما جو الناس اللي عماله فيديوهات على النت يقول لك تبص على الجيركن من الجنب، لو بصيت عليه لقيته له مش عارف ايه. مفيش الكلام ده يا جماعه، مفيش الكلام ده يا جماعه. الجيركن المضروب بيبان بسبب السيريال نمبر والتاريخ. تمام. نخش في النقطه اللي بعد كده، يعني ايه 10 دبليو 40 وايه هو الزيت المناسب لمكنه عربيتي. تمام. اول حاجه يا جماعه 10 دبليو يعني معناها 10 في الوينتر الشتاء و40 اللي هو في الصيف. تمام. الزيت ده اهو بيفقد خواصه تحت درجه حراره، تحت درجه البروده سالب، تحت درجه بروده 10. يعني لو درجه البروده 5 6 7 فتلاقيه يحصل ايه؟ الزيت يفقد خواصه. ده مش خواصه اللي هو لو وصلت درجه بروده الجو ل 6 او 7 يقوم فاقد خواصه على طول، لا. هو مقصود بيها ان هو ما يقعدش مده طويله في درجه حراره تحت ال10 يقوم يفقد خواصه، ولا في الصيف درجه حراره فوق ال40. تمام. يفقد خواصه. طب ما درجه حراره المكنه اصلا 200 و150 وساعات 100، فيا جماعه ده عادي. انما هو اصلا مقصود بيها مده طويله ما يقعدش في كده. ولذلك احنا في الصيف عندنا درجه الحراره ساعه الظهريه 40، ساعه العصريه بتنزل ل 37 36 35 وكده، ما بتقعدش مده طويله. ولذلك ده احسن جيركن زيت. الجيركن ده يبقى سيادتك لما تختار فيديو 5 دبليو 40 او 5 دبليو 30 او 15 50، كل ده بيتناسب مع درجة حرارة الجو والبلد اللي انت فيها. تمام. يبقى المناسب لمصر 10 دبليو 40، وجيركن الشركة كاتبه عليه حتى 10,000 كيلو، يبقى هما ما بيغشوناش. شيل سيتي ده كان اختراع بالنسبة لهم. شيل سيتي ده اختراع بجد اما يعملوا جيركن، لان اصعب حاجة في علم الزيوت ان الزحمة بتبوظ الزيت. الزحمه بتفقد الزيت خواصه. الزحمه بتضيع عمر الزيت، فتلاقي زيت انت جايبه 10,000 كيلو نزل عند 5,000 كيلو بسبب الزحمه، ان الزيت تعب والمكنه تعبت منه. تمام. ده يا جماعه انضف جيركن زيت استعملته لعربيتي.
نخش بقى في التفصيله المهمه. يبقى احنا عرفنا ازاي الجيركن المضروب من الجيركن الاصلي، تمام، وعرفنا ايه الزيت المناسب لعربيتنا والمناسب لبلدنا، ودي بناء عليها اللزوجه بتاعته بتختلف من بلد لبلد عشان درجه حراره الجو في الصيف والشتاء، وبناء عليها 10 W40 ده مناسب جدا لمصر ومناسب لجميع المحركات، تمام. نخش بقى لرتبه الزيت. رتبه الزيت ده يا جماعه اي زيت الشركات بتعمله بتبعته للمعهد الامريكي، المعهد الامريكي بيديله رتبه. ايه هي الرتبات؟ الرتبه الاولى يا جماعه اللي هي اس بي، الرتبه الثانيه اس ان، تمام، الرتبه الثالثه اس ام. اس بي ده بيمشي 10000 كيلو، ركزوا في الحته دي. اس ان ده بيمشي 8000 كيلو. اس ام بيمشي 5000 كيلو. اس ال ده بتاع العربيات العاديه، الفيات وال 128 واللادا والحاجات القديمه، تمام. شل الوحيده يا جماعه اللي عرفت تعمل جيركن زيت اس ان بلس. دي فئه الرتبه دي اتعملت ليه؟ لان هم لما جم يحطوا الرتبه اس ان 8000 كيلو لقوا ان ال 8000 كيلو في الزحمه والمشاوير والقرف والبطء، مش في الطريق السريع، بيقع وبينتهي صلاحيته، بينتحر قبل 8000 كيلو. عن 7000 بيكون مات، عن 6000 وشويه بيكون مات. يبقى مدينه رتبه 8000 كيلو والجيركن تلاقيه مكتوب عليه 8000 كيلو، والراجل ينزله لك بتاع الزيت ويقول لك ده موبل او شيل او كذا او كذا 8000 كيلو، وانت تلاقي العربيه مكانتك بدات تتعب عند 6000 كيلو، صوتها يعلى ومش مرتاحه. ده نتيجه الزحمه. شيل الوحيده اللي عملت زيت اسمه زيت شيل سيتي وكتبت عليه 10000 كيلو، خد رتبه اسمها اس ان بلس. طب ما الاس ان اهي اللي هي 8000 كيلو، لا اس ان بلس دي يا جماعه فئه عاليه جدا، ما عرفتش تاخد اس بي، ما عرفتش تاخد اس بي لانها يعني ما بتديش زي الكفاءات بتاعت العربيات السباق، العربيات السريعه، المكن الام 3 من بي ام دبليو والمكن المرسيدس العالي التربو، تمام. انما ادت للفئه دي اس ان بلس 10000 كيلو تمشيهم جوه المدينه وبره المدينه وعلى الطريق. تخيل لما يكون الزيت بيتحمل قرف المدينه والزحمه اللي احنا فيها ل 10000 كيلو. وده مش كلام انا، ده كلام الشركه اللي هي عمرها ما تغش الناس، وجهاز حمايه المستهلك مش هيسيبها. فتخيلوا لما يكتبوا على الجيركن حتى 10000 كيلو ومنزلينه مخصوص للمدينه وزحمتها وقرفها عشان تروحوا تجيبوا المدارس والطلبات والزحمه والهم، تلاقي فئه تانية خالص اسمها اس ان بلس. اتحداكم يا جماعه، انا كنت بحط كاسترول ماشي، كانت فئته رتبته اس ان 8000 كيلو، تمام، واقل فئه، اقل فئه في ال 10000 كيلو الاس بي اقل حاجه من ال 2000 لل 2500. تخيلوا بقى انت بتاخد جيركن 10000 كيلو، تمام، من شركه شيل، تمام، الجيركن بيمشي معاك 10000 كيلو على حسب كلامهم، تمام، واخد الرتبه الثانيه، بيتحمل كل عوامل المدينه السيتي، تمام، واخد الرتبه الثانيه، تمام، اللي هو قريبه جدا من الرتبه الاولى، وثمنه 1200 جنيه، 1250، ممكن تجيبه من بره ب 1100 جنيه، تمام. ومع ذلك اقل رتبه في ال 10000 كيلو كلها، سواء الشيل الترا سواء الموبل 1، تمام، اقل حاجه من ال 2000 ل 2500. شوفوا فرق الفلوس والتكلفه قد ايه، وهتحط الحاجه كفاءه عربيتك. طب ازاي اعرف ده الزيت مناسب لعربيتي ولا لا؟ 10 W40 يا جماعه، كل العربيات اللي تحت ال 200000 كيلو، اللي ما عملتش وش سلندر، اللي ما باظتش، اللي بتاع، كل دول يحطوا شيل 10 W40 سيتي. سيتي ده بالذات اللي مركب غاز يحطه، تمام، للمحركات البنزين. بصوا يا جماعه، انت عمرك ما هتلاقي زيت في السوق اس ان بلس، ولو لقيت اس ان بلس هتلاقيه فوق ال 2000 جنيه. الوحيده شيل اللي عملت يعني خلطه ناجحه جدا، اشهد لهم بيها، تمام. وده اللي خلاني فعلا عملت الفيديو ده ليكم، عشان الجيركن ده بالذات، الجيركن ده بالذات نازل عشان يكتسح السوق كله. خاصيه جديده، خواص جديده، امكانيات جديده، اختلف جدا عن جراكن الشل والموبل وكل الانواع اللي في السوق، لان كلها اس ان واس بي. ده الوحيد اللي ماسك رتبه مش موجوده في السوق، اس ان بلس. انا اصلا لما لقيت مكتوب عليه اس ان بلس اتخضيت وقلت اجربه، ولما جربته فعلا فرق. تخيلوا مكانتي مكتوب عليها كاسترول، ومع ذلك غيرت وحطيت شيل سيتي، وفرق جدا في مكنه عربيتي وصوتها وراحتها وكده. ده ايه؟ ده تالت جيركن احطه منها، والعربيه بنعمل كفاءه ونعمل السلاسه في الطريق. ده الجيركن يا جماعه اللي حبيت افيدكم فيه. ما تنسونيش بالاشتراك والسبسكرايب. الجيركن 4 لتر، بصوا من ورا كمان واخد رتبه ايه؟ اس ان بلس اهي، اس ان بلس، ماشي. دي المعهد الامريكي، الامريكان، مش فاكر اسمه ايه، بس هو ده المعهد الامريكي. الجيركن 4 لتر، تمام، لونه ازرق. ما تنسوش كلمه شيل سيتي.
يا جماعة ده بيتحمل زحمة المدينة، ده بيتحمل كل المواصلات والزحمة والقرف، بيتحمل، بيحافظ على عمر المكنة، في ضد الكربون، تمام، بيحافظ على الانبعاثات، بيحافظ على كل حاجة، بيحسن لك أداء الموتور. كل واحد عربيته تحت ال 200 ألف كيلو، يعني ماشية 100 150 120 90 80، يحط ده، وأنضف جيركن زيت هتتمنوا تحطوه في عربياتكم ده، عن تجربة يا جماعة لتالت مرة. وما تنسوناش بالاشتراك والسبسكرايب، وربنا يوفقنا دايما في خدمتكم. واديكم عرفتوا معنى اللزوجة 10 دبليو 40، وعرفتوا ازاي تعرفوا الجيركن المضروب من الجيركن الاصلي. شكرا.